مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم احمد سامي بروكر ايجنت. النهارده في العاصمه الاداريه من قلب الحدث، في قلب مشروع اويا كومباوند، المشروع اللي موجود في العاصمه الاداريه في الار 7. المشروع ده مميز جدا بالنسبه لي لان نسبه الانشاءات فيه تخطت 90%. الشركه هنا ملتزمه ان هي تسلم للعملاء بتاعتها قبل مواعيد اللي متفق عليها، عشان كده المشروع ده بالنسبه لي هو افضل مشروع انا ممكن اشتغل عليه في العاصمه الاداريه. الفترة دي احنا سمعنا عملاء كتير قوي بتتكلم معانا ان هي عايزة تشوف الوحدة بتاعتها قدام عينيها، مش هشتري غير لما اشوف الوحدة بتاعتي قدام عينيا. عشان كده احنا النهارده جينا هنا في كومباوند اويا اللي نسبة الانشاءات زي ما احنا قلنا عدت ال 90%، احنا وصلنا لنسبة انشاءات 98%. زي ما انتم شايفين الكومباوند حوالينا كله مبني بالكامل، حتى واجهات العماير، الواجهه بتاعه العماره، المدخل بتاع العماره، الاسانسير، كل حاجه في المشروع يعتبر خلصانه بنسبه 98%. مشروعنا عباره عن 30 فدان، زي ما احنا شايفين كده ان العماره عندنا متقسمه ارضي وسبع ادوار متكرره. عندنا الدور الارضي بيبقى ملتحق ليه جنينه وسبع ادوار متكرره زي ما احنا شايفين. اهم حاجه بقى بتهم العميل بتاعنا هو نظام السداد، هتدفع كام وهتدفعهم ازاي. نظام السداد عندنا هنا 15% داون بيمنت على 6 سنين، وفي انظمه سداد تانية كتير مختلفه، وفي خصم للكاش ده هنعرفه ان شاء الله لما تكلمونا او في الميتنج ان شاء الله باذن الله. كان معاكم احمد سامي، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. شكرا ليكم.